إن نشر كتاب أبيض حول الصحراء المغربية في 50 صفحة يشكل تحدياً. هذا هو التمرين الذي قام به المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وقد نجح فعلاً في هذا الرهان. يتتبع هذا الكتاب الأبيض جذور النزاع المتعلق بالصحراء المغربية، ويذكر بأسس سيادة المغرب على هذه المنطقة التي تعتبر جزءاً من أقاليمه الجنوبية، ويعرض الوضعية الراهنة للسكان الذين يعيشون هناك، ويسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التنمية، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها المغرب والتي تتناقض بشكل كبير مع الظروف المعيشية المأساوية بمخيمات تندوف الواقعة تحت مسؤولية الجزائر. تم تطوير الوثيقة بأسلوب بسيط، حيث تنتقل مباشرة إلى صلب الموضوع دون أي انعطافات غير ضرورية قد تؤدي إلى فقدان القارئ للخيط الناظم والهدف المنشود، ولا يتم تقديم إيضاحات تاريخية إلا لتسليط الضوء على الوضع الحالي. وكما نعلم فإن استعمار المغرب تم بطريقة تدريجية، وخاصة من خلال تمزيق أراضيه وتقسيمها بين القوتين الاستعماريتين فرنسا وإسبانيا. يعود الكتاب الأبيض إلى جذور الاستعمار، وبالتحديد إلى نهاية حروب الاسترداد سنة 1492، حيث غزت إسبانيا مناطق استراتيجية من أجل مراقبة البحر الأبيض المتوسط ومنع عودة المسلمين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ميليليا في سنة 1497، وجزيرة بادز ما بين 1780 و 1723، وفي سنة 1793 سبتة في 1788، جود الحسيمة في سنة 1773، إفني ما بين 1777 و 1820، وفي سنة 1860، وأخيرا الجزر الجعفرية في سنة 1843. ثم صار استمرار حروب الاسترداد استعمارا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في نهاية القرن التاسع عشر امتد المغرب الذي كان يشار إليه أحيانا باسم الإمبراطورية الشريفة إلى الرأس الأبيض جنوب مدينة الكويرة، التي تشمل أيضا الصحراء الشرقية. هذه المنطقة الغنية بالمحروقات انتزعتها فرنسا من المغرب وضمتها إلى الجزائر الفرنسية، ثم ورثتها الجزائر المستقلة رغم تشبث سكان هذه المنطقة بمغربيتهم وإعلانهم ذلك.